فئة الميد سايز سيدان او السيدان متوسط الحجم طول عمرها فيها كام حاجة كده معروفين، ام جي ما كانتش منهم. بس النهارده الوضع اختلف عشان ام جي جابت ام جي 7 رسميا للسوق المصري. دي افخم سيدان عند ام جي، والشركه بتقول انها اطول واوسع عربيه في فئاتها. فعلا ام جي 7 حجمها اكبر من الحاجات الكومباكت القريبه ليها من ناحيه السعر، زي رينو ميجان، هيونداي الانترا وتويوتا كورولا. طولها 4 متر 88، وده اطول من عربيات ميد سايز زي بيجو 508 مثلا. تصميم ام جي 7 موجه للحده والروشنه بشكل كبير. السقف مسحوب لورا، الجنوط 19 بوصه ووراها كاليبر احمر، وفي 4 فتحات شكمان ورا ببوابات لما بتفتح بتعلي الصوت وبتعمل فرقيع وحاجات كده. بس في نفس الوقت ام جي ما ضحتش بالاستخدام العملي. مساحات الرجل ورا كويسه، وعلشان العربيه ليفت باك الشنطه بتفتح بالازاز، وده بيوفر مدخل واسع للحاجات الكبيره. ساعتها حوالي 450 لتر، وممكن تتني كراسي خلفيه. من جوه ام جي 7 فيها كراسي رياضيه تحسها باكيت سيتس كده. الفرش الجلد مغطي اغلب الاجزاء من الكراسي للابواب، وخامات التابلو كويسه جدا بالنسبه للفئه دي. الدركسيون كمان فيه بادل شيفترز وزرار سوبر سبورت، المفروض انه يخلي استجابه العربيه حاميه اكتر. الاوبشنز بقى من ضمنها فتحة سقف بانوراما، تكييف ديوال زون، امبيانت لايتس، وعدادات ديجيتال 10.25 بوصة مع شاشة تانية 12.3 بوصة للنظام المعلوماتي اللي بيدعم ابل كار بلاي واندرويد اوتو. غير كده الازاز الجانبي قدام مزدوج علشان العزل الصوتي. ام جي 7 فيها تجهيزات امان زي اير باجز اماميه وجانبيه، حساسات ركن خلفيه، كاميرات 360، وانظمه منها اي اس بي التحكم الالكتروني في الثبات، ودعم التوازن على المرتفعات والمنحدرات، ودعم الفرامل في المنعطفات سي بي سي. اما بقى الموتور فهو 1500 توربو، قوته 185 حصان، عزمه 300 نيوتن متر، مع فتيس 7 سرعات دبل كلاتش وات بتزييت للتبريد. والعربية جاية بفئة واحدة سعرها 1,600,000 جنيه. ده بيخليها أرخص سيدان متوسطة الحجم في مصر دلوقتي. كنت متوقع السعر يبقى أعلى من كده الحقيقة، بس شايف إن العربية كانت ممكن تيجي بإيرباجز أكتر شوية، وحبة أنظمة متطورة كده لدعم السائق زي تحذير النقطة العامية ولين كيب أسيست والحاجات اللي بنشوفها دي في أغلب عربيات اليومين دول. أنت بقى إيه رأيك في ام جي 7؟